الصادق يقولون لما قتل داود ابن علي مولاه المعلى ابن خنيس، كان المعلى تلميذ الإمام مولى للإمام الصادق، هذا داود ابن علي والي عند بني العباس، قتل مولى الإمام. قال للإمام سأدعو عليك سأنازلك، قال له أنت عندك جيش تنازل لي؟ قال له سأدعو عليك. يقولون توجه إليه بصلاة الليل بدعاء السحر الإمام الصادق عليه السلام. يقولون ما أصبح الصباح على داود إلا وهلك إلى جهنم وبئس المصير، لأن الإمام دعا عليه صلوات الله عليه. وكذلك أدعية الإمام عليه السلام لما هجا السلمي، هجا زيد الشهيد حليف القرآن، زيد عليه السلام ابن الإمام زين العابدين، هذا السلمي شي يقول صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب، وقستم عثمانا بعلي سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب. لما وصل الخبر للإمام الصادق عليه السلام قال اللهم إن كان كاذبا فسلط عليه كلبا من كلابه. يقولون عطف إلى جهة الكوفة يصطاد، أنحى عليه كلبا من كلابه افترسه ولم يبق إلا أطراف أصابعه. صل على محمد وآل محمد.